تتعب بسرعة، بيجيلك نزلات برد كتير بعد التمرين، عضلاتك بتاخد وقت كتير علشان تتعافى. تعالى اقول لك على اهم معدن يريحك من كل ده. اهلا بيكم، انا دكتور محمد طارق، دكتور صيدلي في تيم اتش سيل. موضوعنا النهارده عن الزنك. الزنك مش بس للمناعه، الزنك معدن اساسي بيشارك في اكثر من 300 تفاعل في الجسم، مهم جدا للمناعه، تخليق بروتين، شفاء الجروح، الحفاظ على هرمون التستوستيرون واللي بيأثر على الكتله العضليه. طب ايه فايدته للرياضيين؟ رقم واحد، مناعة أقوى. الرياضيين بيتعرضوا لضغط بدني عالي وده ممكن يقلل من المناعة عندهم. دراسة في مجلة نيوترينز عملت تجربة على مجموعة من الرياضيين، لقوا إن المجموعة اللي أخدت زنك قلت نسبة العدوى عندهم بنسبة 50% مقارنة بالمجموعة اللي ما أخدتش. ده بسبب إن الزنك خلى المناعة أقوى. تاني فايدة إنه بيزود من القوة والتحمل أكتر. الزنك بيساعد في تخليل البروتين وبيحافظ على التستوستيرون أكتر. ده بدوره بيزود الباور سترينث والإنديورنس عندك، يعني قوة عضلية أكبر وتحمل أكتر. تالت حاجة إنه بيزود ويسرع من عملية الاستشفاء العضلي عندك. الزنك بيساعد في التئام الجروح وإصلاح الأنسجة. في دراسة في مجلة جورنال أوف ذا انترناشونال سوسايتي اوف سبورتس نيوتريشن، لقيت ان الزنك له دور كبير في عمليه الاستشفاء العضلي عند الرياضيين بعد تمرين عنيف، واللي كان ليه دور في تقليل الانفلاميشن او الالتهابات، بسبب ان التمرين الشديد بيسبب التهابات بسيطه. من خصائص الزنك انه بيساعد في تقليل الالتهابات دي وبيسرع كمان من عمليه الريكفري. رابع حاجه ان الزنك بيأثر بشكل كبير على ادائك الرياضي وبالاخص في الصيف، لان المعادن بتخرج من جسمك عن طريق يا اما العرق يا اما البول، فممكن يكون عندك نقص زنك وده مأثر على ادائك بشكل كبير في التمرين وانت ما تعرفش. طب اخده ازاي وايه جرعته؟ الرياضيين ممكن يحتاجوا من 30 ل 60 مللي جرام يوميا، اكتر من الجرعه العاديه اللي بتكون في تقريبا 11 مللي جرام عند الرجال، بسبب الفقد اللي بيحصل في العرق والتوتر البدني اثناء التمرين. لكن خلي بالك الزنك ممكن يكون توكسيك لو اتاخد بجرعات كبيره اكتر من 100 مللي جرام يوميا لفترات طويله. خليك في الجرعه الموصى بيها، يا اما تستشير طبيب او اخصائي تغذيه. طب ايه افضل نوع؟ الزنك ليه اشكال كتيره موجوده، زنك جلوكونيت، زنك ستريت، زنك بيكرونيت، وده احسنهم في الامتصاص، لكن ممكن ما يكونش متوفر في مصر بنسبه كبيره. فتاني افضل نوع بعته هو اول واحد قلناه وهو الزنك جلوكونيت، وده متوفر في مصر باشكال كتير. السؤال هنا بقى يتاخد امتى؟ ممكن يتاخد في اي وقت، لكن يفضل بعد الاكل. في بعض الدراسات اثبتت انه ممكن لو اتاخد قبل النوم يسرع من عمليه الاستشفاء العضلي اثناء. بتعرف ازاي ان انت ناقص عندك عنصر الزنك؟ بسيطه، بتتعب بسرعه، جروحك بتلتئم ببطء، فقدان شهيه او ضعف في التذوق، نزلات برد كتير، ادائك الرياضي في النازل. ولو بتحس ان اي حاجه من دول فممكن يكون عندك نقص في الزنك. اخيرا، الزنك واحد من اهم العناصر اللي لها تاثير واضح على الرياضيين في المناعه والشكل والصحه وحتى في الصحه النفسيه. جرب تحط الزنك في روتينك الغذائي، خصوصا لو بتتمرن جامد، وتشوف الفرق بعينك. سلام. كابتن كوتو، ده اللي جابك؟ تعالى، ده شبيه مبابي وفان دايك والحبايب كلهم جوه. يا عم نورت بيتك ومطرح.